حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال. حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم يا أهل الإسلام؟ هذا برنامجنا، حلاوة وطلاوة. قالها الكافر، قال إن لهذا القرآن إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى. القرآن هذه الحلاوة والطلاوة التي نريد أن تصل إلى قلوبكم. ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ كيف حال قلوبكم مع القرآن؟ اللهم افتح للقرآن مسامع قلوبنا يا رب. إخوتي، نقف في هذه الحلقة مع الجزء السادس الذي ينبغي أن تقرأه في هذه الليلة ولا يفوتنك. نقف معه مع قصتين عظيمتي الأثر. هاتان القصتان الله جل جلاله يقص أحسن القصص، وقال ربنا جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فتعالوا لننظر إلى قصة سيدنا موسى، وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وكم أن موسى من لن تعامل مع هؤلاء اليهود، وكم قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لن ولن ولن، وعاشوا حياتهم بلن. تعالوا مع هذه القصة الخطيرة، قصة دخول الأرض المقدسة، فيها أسرار عجيبة جدا، لعلنا نتخذها منارة في إحياء قلوبنا إلى جهة علو الهمة بعد الفتور الحاصل. كيف تعلو همتنا في أيام قد جعلها الله جل جلاله فرصة لعتق الرقاب، فرصة لدخول الجنة، فرصة لمغفرة الذنوب. يقول ربنا جل جلاله: وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. نعم إخوتي، هذه هي الوسيلة الأولى للتحفيز، التحبيب والتذكير بالنعم. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. هذه هي البداية لرفع الهمة وإعلاء الهمة، أن تتذكر نعم الله عليك، أن جعلك مسلما، أن خلقك مسلما، أن جعلك من أبوين مسلمين، أن جعلك في بيت مسلم. هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. احمد الله أن جعلك الله عز وجل مسلما وفي بيت مسلم وفي بيئة مسلمة، جعلك تسمع الأذان وترى المسجد وتعايش المسلمين، جعلك تعيش هذا الدين تحيا، جعلك تفهم اللغة العربية. سبحان الله العظيم. يعني كنت أجلس مرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرأ سورة الكهف قبل الجمعة، ورأيت الأعجمي يجلس بجنبي وعينه تدف الدموع. هو يتحسر أنه مش عارف يقرأ قرآن، مش عارف يقرأ، مش عارف يمسك مصحف. احمد ربنا جل جلاله، هذه نعمة. سبحان الله العظيم. كنت في الحج في موسم الحج، وقال لي بعض الإخوة تعالى نزور مخيم للصم والبكم، وكتب إلي أحدهم قال أشتهي أن أسمع الأذان. الصم والبكم، سبحان الله. أنت في نعم عظيمة، أن اذكر نعمة الله عليك، إنك تقدر تتكلم وبتقدر تسمع وبتقدر تفهم وبتفهم عربي. كثيرا ما أقول إن في معاني في اللغة العربية لا تترجم. يعني لما نيجي نقول قرة العين، لما يجوا يترجموها بالإنجليزي دي يقولوا إيه؟ ولا بالهندي ولا بالصيني، لا تترجم. لما نقول السكينة، الطمأنينة، الإخبات، الأنس بالله، هذه معاني أنت فاهمها إذا كنت أنت فاهمها، لكن كثيرون محرومون منها ومسلمون أن يفهموا هذا المعنى. فأنت في نعمة عظيمة. اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم ادخلوا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الله يفتح عليك. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا أيضا علاج آخر بعد التحبيب والتحفيز والتذكير بالنعم، التي كتب الله لكم. نحن أمة مرحومة، هذا كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن أمة مرحومة، سبحان الله. فلذلك أقول لك أنت كونك أن الله خلقك مسلما وأن الله جل جلاله فهمك الدين، أنت مرحوم. كتب الله لكم الجنة مكتوبة لك فاعمل لها وأقبل عليها التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. انظر إلى ما يحول بينك وبين هذا العمل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى
موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منه. إياك 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 أن تشترط على الله. بعض الناس بيشترط على ربنا. ربنا جل جلاله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا يقول لك اتقني وأنا أرزقك. بعض الناس يقول له لا ارزقني وأنا اتقيك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتقني، إذا اتقيت الله يرزقك. واحد بيعمل شغلانة حرام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اتقيني وأنا أرزقك. هو يقول له لا ارزقني حلال الأول وأنا أسيب الحرام. يشترط على الله عز وجل. الله جل جلاله يشترط على عبده، نعم، لكن العبد لا ينبغي له أن يشترط على الله سبحانه وتعالى. أنت عبد. فلذلك هؤلاء، وهذا خبث وجبن اليهود، قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، خليهم يخرجوا الأول، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لو خرجوا احنا ندخل. هتدخلوا ايه؟ تدخلوا بلد فاضية؟ وايه بلد فاضية يعني؟ تدخلها الكلاب والقطط، مش أي حد يدخل. لكن المطلوب أن يكون في مقاومة وجهاد. الشاهد إيه؟ إن بعض الناس عايزها بالراحة. لا، الأمور تحتاج إلى قوة وجهاد ومجاهدة وطلب. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الله يفتح عليك. قال رجلان من الذين يخافون. هذه صفات من يريد أن ينجو. قال رجلان من الذين يخافون. الخوف من الله، رجل العقيدة، هذا هو. قال رجلان من الذين يخافون. الخوف من الله سبحانه وتعالى. أنعم الله عليهما. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من الصالحين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. امتلاك زمام المبادرة، أن تبدأ زمام المبادئة، ألا تظل طيلة حياتك في حالة رد فعل. ادخلوا عليهم الباب، ابدأ. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، التوكل على الله. يبقى أولها رجل العقيدة، أن يخاف من الله عز وجل. ثانيا أن يكون من الصالحين العباد. ثالثا أن يمتلك زمام المبادرة والمبادئة فلا يكون في حالة ردود أفعال دائمة. رابعا أن يتوكل على الله. هذه أسباب ومقومات الرجل الذي يريد أن تعلو همته. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سبحان الله العظيم.
الله جل جلاله يشترط الإيمان. زي ما قلنا كده إن اليهود والنصارى أهل الكتاب قالوا آمنا، ربنا سبحانه وتعالى قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. الأعراب قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلذلك هنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هناك أناس ليس هناك سبيل لإصلاحهم. قال الله جل جلاله أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. اللهم اهد المسلمين والمسلمات يا رب. هؤلاء كذلك قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. مصيبة، جرأة على الله عز وجل. هنا كتب الله عليهم. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم. إياك أن تقع تحت هذه الطائلة بل التزم أمر ربك تنجو بإذن الله. فاصل قصير وأعود إليكم أحبكم في الله. حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام. حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. القصة الثانية وبسرعة. أنا أفاجأ أن الحلقات تنتهي بسرعة ولا نستطيع أن نقول فيها شيئا، والجزء فيه آيات كثيرة عظيمة تحتاج إلى وقفات طويلة مهمة. قصة ابني آدم. قال الله جل جلاله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قول يا عم الشيخ محمد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان الله العظيم. قصة عجيبة جدا أنهما قربا قربانا قبل الله من أحدهما ولم يقبل من الآخر. عجيب جدا الحقد الذي يأكل القلوب. هذا رزق الله جل جلاله يسوقه لمن شاء من عباده. تجد إنسان مرزوق وإنسان محروم. قدر، أرزاق. فما بال المحروم يحقد؟ قد يسوغ للمحروم أن يتمنى، أن يستهي أن يكون عنده مثل المنعم عليه، لكن أن يحقد عليه وأن يتمنى زوال النعمة من عنده، فهذا هو العجب العجاب. قال لأقتلنك.
قال له أنا ذنبي إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وتأمل، لأنني أريدك أخي وحبيبي أن تكون ابن آدم، أن تتبنى مذهب ابن آدم، أنه حين قال له لأقتلنك بما رد عليه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. بس كده. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال له حتى لو انت حاولت تقتلني مش هرد عليك. ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. قالوا علامة الخوف من الله امن الناس منك، ان الناس تأمن شرك. هو ده يبقى انت بتخاف من ربنا. ما حد يقول له ده فلان هيعمل فيك، يقول له لا لا ده بيخاف من ربنا، مش هيعمل فيها حاجة، مش هيعمل لي حاجة. هذه علامة خوفك من الله، أن يأمنك الناس، أن يأمنك الناس، أمن الناس منك. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سبحان الله العظيم، قصة فيها معاني عجيبة. وأما الحاج مدني عمال يقول لي خلص ربنا يهديه ويتوب عليه. فالمعنى ده إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قدم قوله إثمي قبل اسمه رغم إنه ملوش اسم. التاني بيقول له أقتلك، بيقول له إني أريد أن تبوء بإثمي. إيه اسمه؟ هذا من باب هضم النفس، وأن يعلم أنه ما سلط عليه الظالم إلا بذنوبه. عشان كده قال له أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طوعت له نفسه، هذه النفس الأمارة بالسوء استطاعت أن تطوع، يعني كان شيء شاق على النفس ويستعصي على النفس أن تقتل، فضلت نفسه وراه الأمارة بالسوء لحد ما جعلت أمر القتل طيعا. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. احذر نفسك الأمارة، احذر نفسك الملحاحة التي تلح بصفة مستمرة، احذر نفسك التي لا تتركك وإنما تظل تقودك إلى الهلاك، احذر نفسك التي تريد أن تضيع منك الجنة بأن تلح عليك في فعل الباطل وفي إتيان الشهوات وفي إتيان الحرام حتى تضيع حظك من الله. اخرج من هذا الدرس بأن يأمن الناس جانبك لأنك تخاف من الله، بأن تعترف أنه لا يسلط عليك الظالم إلا بذنوبك، بأن تخشى نفسك الأمارة لعل الله يحفظك منها. أسأل الله جل جلاله أن يقينا شر نفوسنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. حلاوة طلاوة لخير الكلام، حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال، حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو
الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال.